بُص، أنا عارف إن الزمالك الدنيا عنده خربانة خالص، بس ده الحل الوحيد عشان يقدر يمشّي حاله الموسم ده بالتشكيلة دي. 4-2-3-1 هو ده الحل الوحيد، ولكن مربعات الملعب هي اللي هتقول لك إزاي الزمالك يقدر يسيطر على معركة نُص الملعب ويقدر يفوز بيها في كل الماتشات. طيب محمد عواد في حراسة المرمى، قلوب دفاع حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش، ناحية اليمين عمر جابر وناحية الشمال بنتايج. طيب على الدايرة بقى الحته دي محمود جهاد ومش نبيل عماد مودريتش، محمود جهاد ومحمد شحاته. طيب ليه؟ عمر جبل بيحب يخرج هنا كتير تمام وعنده مشكله في التغطيه العكسيه، فمحمد شحاته ممكن يساعده في الحته دي. بنتايج بيحب يخرج برده نفس القصه هنا ويفتح على الخط، فمحمود جهاد ممكن ايه يغطي عليه او محمد شحاته يغطي على ده وعلى ده، ومحمود جهاد هو اللي بيخرج لك بالكوره. طيب عبد الله السعيد احسن لعيب في مصر في الحته دي بالذات، اللي هو يقدر ينزل تحت يخرجك بالكوره من الثلث الاخير للثلث الاول، هينزل لك هنا كبلاي ميكر صريح وناصر ماهر. طب انا ليه حطيت عبد الله السعيد وناصر ماهر؟ عشان انا اقدر هنا اعمل بوكس ميد فيلد اللي هو البوكس بتاع نص الملعب، واقدر اسيطر على الحته بتاعت نص الملعب دي كامله، محمود جهاد محمد شحاته عبد الله السعيد وناصر ماهر. المهاجم هيبقى ناصر منسي، وناحيه اليمين احمد سيد زيزو. ايه ده نسيت ان هو مشي وراح الاهلي. هتلعب بالجعفلي ده اللي هو اللعيب التونسي، لعيب كويس بيلعب برجله الشمال واليمين كويسين جدا، وده يعني حل يعني مؤقت لحد ما نشوف الموسم الجاي هتعمل ايه. فزي ما بقول لك هتسيطر على نص الملعب بناصر ماهر وعبد الله السعيد وتبتدي تمسك كوره وتلعب كوره اللي جاي من ورا لقدام، هتعدي الموسم ده. هتقول لي بقى اصل انا العب بمصطفى شلبي، طب هو ناصر ماهر هتنزله هنا مكان عبد الله السعيد وارجع عبد الله السعيد ورا، طب ما انت خسرت معركه نص الملعب. وفكره بقى ان انت تلعب بنبيل عماد مودريتش لا مش مفيده ليك. فهل انت شايف الزمالك يقدر يعدي الموسم ده، ولا الزمالك هيلعب كونفدراليه؟